الشجر بتسيبهم تنزل تلاقي ريحه العربيه جميله جدا جدا جدا. قلت له اخد 200 جنيه، فالراجل قال لي ماشي. فانا دلوقتي اروح اوديهم، واوبر ممكن تلبسك فيها عادي جدا. ليه؟ لانه ظاهر لك كام؟ انا بحاسبك على اللي طالع لي. قال لي لا، وانا بحاسبك على اللي ظاهر لي هناك. قلت له لا، مفيش منه الكلام ده، انا حسابي 400، هاخد 400 وانت ارجع للشركه اتعامل معاها. بس يعني احنا بنفتح نفسك، يعني انا على قد ما بقدر ما بحاولش اسد نفسك زي ما في ناس تانية بتعمل مثلا، او تفاصل العميل وتستنى تدعي ربنا يا رب يوافق يا رب ما يوافق. بص اهو، والله لازم زيرو اهو. بص، من قلب الجراج، حيث الرزق على الله. معكم عمرو عبد الله. يلا بينا نعمل فلوج جميل كده النهارده الخميس. الجو حر جدا 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 من اول الاسبوع تقريبا. الجو حر، الشغل مريح من اول الاسبوع، من اول يوم السبت والشغل مريح. بس هو ربنا بيكرم، ربنا بيكرم في اخر ساعه، في اخر ساعه وساعتين الدنيا بتظبط. الشغل مريح. يعني انا صريح معاك، الشغل مريح. فخلينا نبتدي يومنا، نشوف يومنا هيمشي ازاي. النهارده الخميس، الجو حر. فرحه من الركاب اللي بتركب معاك، الراحمون يرحمهم الله. بصوا يا جدعان، ده مش عصير قصب، تمام؟ ده مش عصير قصب، تمام؟ ده ايه بقى؟ ده طبعا الجو حر جدا، تمام؟ لا انا لسه مستحمي واخد دش ونازل. انا بمجرد ما دخلت العربيه خلاص انا جسمي كله بقى ميه، مع اني جايب البتاعه دي بس ما بتعملش اي حاجه. انا جايب البتاعه دي بتعرق برضو، يعني كده كده ظهرك بس اللي بيعرق، بيبقى ميه جامد، تمام؟ فطبعا العرق مع الجو دوت بيخلي منطقي، ده طبيعي يعني. انا ما بكدبش عليك. فانا جايب معطر بسيبه كده في العربيه، تمام؟ فل او ياسمين ب 10 جنيه، حبه دول ب 10 جنيه. بتسيبهم تنزل تلاقي ريحه العربيه جميله جدا جدا جدا. طول ما انت ماشي هو بقى مفتوح كده بقى بيطلع ريحه، هيخلي ريحه العربيه دايما معاك حلوه. فدي حاجه قلت اقول لك عليها. يلا بينا. بصوا يا جدعان، الساعه دلوقتي 8 ونص، انا لسه واقف لحد دلوقتي في مشاوير بس في حتت انا مش عايز اروحها. فماما قلت اروح اجيب قطع غيار للعربيه عشان العربيه عندي عايزه قطع غيار. فجبت بليه وجبت سلك بوجيهات وكم حاجه كده اقول لك عليها بعدين. ماما وانا بشتري بتاع قطع الغيار عرفني. ففي ناس كان بيطلب لناس اوبر، فرايحين القاعات بتاعت شبرمنت، فجاي له على الاوبر 165، مفيش حد عايز يقبل. فبيقول لي توديهم، قلت له اخد 200 جنيه. فالراجل قال لي ماشي. فانا دلوقتي اروح اوديهم 200 جنيه، فاهم؟ حلوين، وبعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. فيلا بينا. بسم الله. اول مشوار على التطبيق بقى. الساعه دلوقتي 9 وتلت، تمام؟ فكده اول مشوار خدناه على التطبيق من شارع الكولدير رايح القاهره الجديده، 33 كيلو ب 300 جنيه. فمشي الدنيا بقى، يلا نمشي الدنيا، يلا بينا. يعني انت قول لي انا ظاهر لي 398، انت بتقول لي كان ظاهر لك 330، انت تحاسبني على ده وارجع انت بقى للشركه. لكن انا ده اللي حاسب عليه، انا الشركه تاخد عمولتها مني انا، انت فاهمني؟ يعني انا حاسب على ده. خد صوره يا باشا اهو، خد اهو. لا صور يا عم عشان تعرف تحاسب عليه. ايه ده؟ صوروا. كام دول؟ ادي 350. طب هو كده ناقص 20 يا صاحبي. زي ما انت شفتوا كده سيتويشن حي، يعني دي مشكله ممكن تقابلك فعلا. واوبر ممكن تلبسك فيها عادي جدا. ليه؟ لان اوبر ادت للعميل سعر، هو بيقول لي ظهر لي 330 جنيه، تمام. انا مش بتاعتي ظهر لك، كان ان شاء الله ظهر لك ببلاش، مش بتاعتي. انا لما جيت هنا لقيت الحساب 400 الا 2 جنيه. ليه؟ هم حاطين اللوكيشن التجمع الاول عند بنزيمه عند البنزيمه اللي هي البنزيمه الصفراء دي، اسمها ايه والله نسيتها. المهم اللي هي في بدايه التجمع الاول وانت جاي من طريق السويس، تمام؟ هم حاطين اللوكيشن هناك. طب هو موجود فين؟ هو موجود هنا في قلب التجمع الاول. انا مشيت بتاع حوالي 6 7 كيلو 8 كيلو زياده، تمام؟ فهو حاطط اللوكيشن غلط. فلما جيت احاسبه لقيته جايب الدنيا 330. بقول له لا الحساب 400. قال لي انا كان ظاهر لي كذا. قلت له انا ما بيخصنيش كان ظاهر لك كام، انا بحاسبك على اللي طالع لي. قال لي لا، وانا بحاسبك على اللي ظاهر لي هناك. قلت له لا، مفيش منه الكلام ده، انا حسابي 400، هاخد 400 وانت ارجع للشركه اتعامل معاها. لكن انا الشركه هتحاسب لي على اللي ظاهر لي، تمام؟ فانت لو حصل معاك الموقف ده باشا، انت بتحاسب على اللي ظاهر لك. انا ماليش دعوه ظهر للعميل كام، ان شاء الله ظهر للعميل 50 جنيه، انت بتحاسبه على اللي طلع لك. هو بقى كان ظاهر له سعر وظهر وحاسبت على سعر مش بتاعتي. ارجع بقى للشركه وحل انت مع الشركه كعميل، لكن انا بحاسبك على اللي بيطلع لي. انت مدوخني معاك في التجمع الاول، انت مش عارف انت جاي فين اصلا، تمام؟ فده كان سيتويشن حي كده زي ما انتم سمعتوا وزي ما انا اتصرفت.
لا والله انا حسابي كذا وهاخد كذا. وفي الاخر برضه كان مديني الحساب ناقص 20 جنيه، قلت له لا والله الحساب ناقص 20 جنيه. تمام. فخد حقك بكل ادب واحترام. بصوا يا جدعان، ماشي كلها مشاوير طويله. بص ده رايح الشيخ زايد 57 كيلو ب 390 جنيه. 57 كيلو ب 390 جنيه. الساعه دلوقتي 11 الا ربع. انا لحد دلوقتي عامل مشوار واحد بس على اوبر، اللي هو المشوار اللي انا جبته اللي كان فيه سيتويشن. بيرن على فترات، بيرن. بس كلها مشاوير طويله، كلها مشاوير طويله، مفيش مشاوير داخليه خالص. الاسبوع ده فعلا في التجمع مش حلو خالص. بص 13 كيلو ب 130 على كيلو ب 10 جنيه راح مدينه نصر، بس انا مش هروح دلوقتي مدينه نصر الساعه 11 الا ربع. فخلينا نشوف لحد اخر اليوم الدنيا هتعمل معايا ايه. خليكم معايا. الريكوست التاني دلوقتي على اوبر 7 كيلو ب 82 جنيه. يلا بينا. بس قبل ما يلا بينا خلي بالك ان العربيه ليها صيانات. يعني انت ما تفتكرش ان احنا بننزل وبنشتغل وبنصور لك، احنا بنديك الفاكهه بس. يعني احنا بنفتح نفسك. يعني انا على قد ما بقدر ما بحاولش اسد نفسك زي ما في ناس تانية بتعمل مثلا، او ناس كل فيديوهاتها مثلا كآبة وكده. انا ما بحاولش اصدر لك الطاقه دي، بالعكس انا بحاول اديك طاقه ايجابيه. بس لازم اعرفك برضك اللي فيه صيانه. يعني زي ما قلت لك اشتريت اهو بليه، اللي عامل كانسل ريكويست مفيش اي مشكله. اشتريت بليه في مشوار تاني اهو 4 كيلو ب 61 جنيه. يلا بينا ماشي. اشتريت بليه واشتريت سلك بوجيهات تمام. ولسه كنت مركب ماستر، ماستر دبرياج تمام. ولسه جايب خرطوم زيت باكي، ما هو لسه هركبه. ولسه من اسبوعين جايب فرد الكاوتش جديده روسي ب 1250، بس ما ركبتهاش عشان لازم اجيب معاه واحده تاني عشان اركب الاثنين مع بعض. فكل دي مصاريف. يعني هو في مصاريف ولسه في زيت عايز يتغير. الزيت دلوقتي وصل بقى مش عارف ب 1000 الا حاجات بسيطه، اللي هو التعاون ارضى حاجه كمان يعني انا بحطها. فالشغلانه فيها تكاليف، فخلي بالك. يعني مش هديك الحلو، لازم برضك اعرفك اللي انت بتصرف وهتصرف. فيلا بينا بقى. مساء الخير. منار. كود الرحله كام؟ 3 4 6 0. 460. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. الناس كلها في الساحل يا جدعان، والله العظيم الناس كلها. عشان كده مفيش شغل. انت متخيل النهارده الخميس؟ يعني عكس الخميس اللي بتاع الاسبوع اللي فات. خميس وجمعه الاسبوع اللي فات اقسم بالله كان ضرب نار. لكن الاسبوع ده كله بقى من اول السبت لحد النهارده الخميس، لا الدنيا ننه في الفالنه. بيجي شغل على مروحه. الشغل بقى بيبتدي امتى؟ هو اخر ساعه بالليل، اخر ساعتين بالليل. هو ده الشغل طول الاسبوع. يعني انت متخيل انا لحد دلوقتي ده كده الريكوست اللي معايا تالت مشوار. معايا مشوار دلوقتي 4 كيلو 57 جنيه. بص هو كده كده انت ما ربنا بيرضيك، انت متروح متراضي. بس الواحد بيبقى زعلان على الوقت اللي هو قاعد مضيعه. انا الواحد نازل 8 اصلا متاخر، فاهم؟ فاللي هو فاهم انا بضيع وقت اصلا ما فيهوش شغل. لكن لو في شغل مش هتحس بملل. هو ده اللي انا عايز اوصله لك. بس كده كده والله العظيم ربنا بيرضيك، فلا تحزن ان الله معنا. يلا بينا. السلام ورحمه الله وبركاته. كود الرحله كام؟ 4461. 4461. بصوا يا جدعان، حرفيا انا واقف عند ال 5 a اهو تمام. الساعه دلوقتي 12 و10. حرفيا اسعار تحسها اسعار يوم حد. يعني بص واحد رايح مصر الجديده اهو 23 كيلو في ديدي. بص ديدي 168 جنيه. واحد هيقول لي طب ما تعلق عليه لحد فين؟ وليه انا اقعد اعلق؟ وليه اعلق عليه اصلا؟ وليه البرنامج ما يديش للعميل السعر المناسب للكيلومتر بالليل؟ احنا الساعه 12 بالليل، يعني المفروض دلوقتي في حرب. بس هي الدنيا نايمه، الدنيا مريحه. يعني حتى الشغل جاي باسعار ضعيفه جدا. انا لحد دلوقتي عامل 3 مشاوير تقريبا. عامل 3 مشاوير غير المشوار اللي انا كنت عامله بره ده. يعني كده يعتبر 4 مشاوير. فاسعار ديدي دوت بقى ما بيجيبليش غير الرحلات القذره. يعني معلش انا اسف والله العظيم ما بهزر. انا نفسيتي تعبت من ديدي قوي. انا ببقى فاتح ديدي بس ما باخدش عليه رحلات خالص نهائي، الا لو جات لي عليه رحله وصلني بقى حلوه. لكن شغل الفصال وان اخش اقعد ازود عليه 10 ازود عليه 15
شغل قذر، اقسم بالله شغل قذر. انا ما بعرفش اشتغل على دي خالص بسبب القصه. عارف لو جيت في مره مثلا الدنيا مريحه مثلا وزودت على العميل 5 جنيه، اقسم بالله ما بيرضى. لا انا حاطط مثلا 50 جنيه، هي ال 50 جنيه اللي معايا اللي اركب بيها. انت فاهم؟ طب طب ماشي يا عم خلاص، اطلب بقى وصلني بقى ما دام انت مش عايز تفاصل، او انت ما بتحبش حد يزود عليك. طب ما تطلب وصلني وتريح دماغك. لا يا عم اطلب لي، انا بقى بحب اوجع دماغي. بصراحه الواحد بيشفق على الكباتن اللي عندها طولة بال، اللي هي تقعد تفاصل العميل وتستنى تدعي ربنا يا رب يوافق يا رب ما يوافق. بص اهو، والله العظيم زيرو اهو. بص فاتحه من ساعه ما نزلت، ما خدتش من عليه ولا رحله. دلوقتي المفروض دلوقتي وقت خروج مولات، يعني المفروض في ريت مش عارف ايه. لا مفيش حتى اوبر. الدنيا برضك ميته في اوبر قوي. بس انا متوقع، انا كنت متوقع برضك الخميس ده هيبقى كده، والجمعه برضك هيبقى كده. ليه؟ لان هو باين من بدايه الاسبوع، هو الاسبوع بيبان معاك. يعني هو من بدايه الاسبوع باينه اللي مفيش شغل اصلا. فعادي بقى انا هتقل لحد ما اخد الرحله اللي هتجازي معايا، اللي هتظبط بقى معايا اليوم. لا اخد رحله تظبط معايا اليوم، لا اخد رحلتين مع بعض، لا اخد رحلتين يظبطوا معايا اليوم. ف خلينا نشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. 3 كيلو من الفايف ايه 65. واقف جنب الفايف ايه، حتى ما فيش حاجه تنزلني برقم حلو. كله جايب 170 مصر القديمه تمام. فشايفها يعني مش مجازيه بصراحه. فقلت اخد بقى مشوار الصغير ده، وممكن اطلع بقى ايه على كايرو فيستيفال. فيلا بينا. بصوا يا جدعان عشان اثبت لكم بس اللي فعلا مفيش شغل. تمام، بصوا الفايف ايه عامل ازاي. بص فاضي، الفايف ايه حرفيا فاضي. انت متخيل؟ بص الفايف ايه فاضي، يا لهوي يا جدعان. عشان كده الشغل ضعيف فعلا. يعني ممكن ناس تانية يبقى ربنا كريمها وتلاقي ايه مثلا في رحلات وكده، ده موجود وده موجود. بس هو عامة يعني التجمع الخامس طول الاسبوع دوت هو زيرو شغل. نو فير بصراحة، التجمع نو فير الاسبوع ده. يلا بينا. كان حضرتك 7 4 1 8. 7 4 1 8. بعد انتظار ساعة في كايرو فيستيفال حرفيا، لما عشان بقول لك الدنيا مريحة فعلا، الدنيا مريحة. انتظار والله العظيم ساعة بالظبط. اسعار غريبة يا جدعان. النهارده الخميس، اقسم بالله اسعار غريبة. مش لاقي حاجة تنزلني يعني انزل ب 150 ب 160 33 كيلو 32 كيلو. فانا فاهم بصراحة، انا ما رضيتش. انا فضلت قلت لا انا هتقل مع ان الساعة 1:30 في كايرو فيستيفال. المفروض انت الدنيا خلاص بتموت، بس انا كان عندي امل ان انا باذن الله ربنا يكرمني يعني باذن الله. فالحمد لله جالي مشوار نازل الكورنيش. عند ممشى، يعني طريق الكورنيش بتاع ممشى اهل مصر ده 26 كيلو ب 200 حاجه و80 ب 283. فرضا، انا بالنسبه لي رضا على الوضع دوت. الحمد لله. يلا بينا. اتفضلي. يلا يا باشا اركبي بس الاول. سلام عليكم. كود الرحله كام؟ 3 7 اللي جنبه شباك بقى يقفله ورا. انا وصلت دلوقتي على الكورنيش تمام. العميل كان حسابه في المشوار اللي فات كان 370.
انا واخد من المشوار ده 282، يعني اوبر يعتبر واخده 100 جنيه يعني حوالي حاجه و90 جنيه اوبر يعني. المهم ما علينا يعني. انا بجد كرهت حاجه اسمها كوبري اكتوبر يا جماعه. كوبري اكتوبر ده صعب يعني. بص الساعه 2، انا جاي دلوقتي الساعه 2 يعني في ايه؟ انا مش فاهم في كوبري اكتوبر الحته بتاعت رمسيس دي. صيانه ايه يا جدعان؟ صيانه ايه؟ بقى مشوار دلوقتي للدقي 6 كيلو ب 80 جنيه. شوف بس العميل بقى هو ورايا، المفروض هو بص واقف ورايا اهو، بص هو ده عمال يبص. يلا يا عم يلا. سلام ورحمه الله وبركاته. كود الرحله كام يا باشا؟ حبيبنا في هتلاقي 4 ارقام كده معاك. يا عم بعد اشتراك بس يلا نروح لا امسح معاك 4885 4 8 حابين نهزر معاك يا باشا اللي انت عايزه. ماشي. حبيبي. بتصور الشارع انت دي ولا اه. كاميرا؟ لا بعمل فلوجات على اليوتيوب. والله بالله. اصواتنا طالعه كده؟ بالله لا انا وانا ماشي كده بعمل سبيد يعني ما فيش اصوات فاهم. ولا وفي متابعين يعني يتابعونه كده؟ الحمد لله مش كتير. يجي بس انت سوي رياكشنات يعني حاجات كذا. انا بنعمل انا بتخانق مع العملاء. أيوة. يلا يا عم بنعمل كاني بتخانق انا بتخانق مع العملاء. بطلع المطوه وبحطها هنا خلاص وانت تقول لا حابلغ. اقول لك تخطفني بقى نتحبس انا وانت. وانت بتثبت. اه. ربنا يخلي السيسي، ربنا يخلي الشيخ والرئيس عبد الفتاح السيسي. اللهم امين. حلو قوي كده بقى يعني بجد يعني هو كده فاهم الدنيا مريحه. فانا ايه اللي يقعدني بقى الساعه دلوقتي الساعه كام؟ 2:30 و5 تقريبا 3 الا تلت. الساعه 3 الا تلت. فانا بالنسبه لي الحمد لله. بس دايما بقول الحمد لله يعني انا كده اصلا بادئ شغل الساعه 9 وي تقريبا. مفيش شغلي اصلا وقعدت اكتر ما اشتغلت يعني. انا قعدت يعني كايرو فيستيفال دي قعدت فيها ساعه اقسم بالله ساعه. مشاوير باسعار غريبه. هي الناس كلها مسافره، الناس كلها يلا ساحل. هي من اول الاسبوع الناس كلها تحس ان مصر كلها مسافره في الاسبوع ده. غريب والله شغل غريب يعني. الحمد لله يعني الحمد لله عملت 6 مشاوير تمام. ربنا رضاني في ال6 مشاوير الحمد لله. وعامل مشوار بره فالحمد لله يعني يعتبر جبت التارجت بتاعي. مش شغل يوم خميس، مش فلوس يوم خميس، بس دايما لازم تقول الحمد لله. لازم هتلاقي يوم حلو ويومين وحشين، يومين حلوين ويوم وحش. هي الدنيا كده صح فاهمني؟ فهي مش كل يوم حلو، مش كل يوم هتروح وانت عامل مبلغ وقدره يعني لا. فدايما اقول الحمد لله. انا دايما بقول الحمد لله وببقى راضي. طول ما انا راضي ربنا بيراضيني والله العظيم. يعني الزبونه اللي انا جبتها من كايرو فيستيفال لحد الممشى دي يعني سابت لي الباقي كله يعني. مش عارف سابت لي 40 جنيه تقريبا حاجه زي كده. فالحمد لله يعني ربنا بيراضي. فهو ده كان يومنا. كان الخميس اللذيذ. مش عارف بقى بكره الجمعه مش عارف. انا يعني انا ماليش مزاج انزل اشتغل بكره لان بكره يبقى زي النهارده. مع ان الجمعه اللي فاتت طبعا اللي اتفرج على الفلوج بتاع الجمعه اللي فاتت، لا الجمعه اللي فاتت كانت نار. بس الجمعه دي انا بقول لك هتبقى ميته. فربنا ييسر لنا الحال. هو ده كان يومنا. لو عجبك اليوم هتتفضل شاكرا، هتعمل لنا لايك واشتراك في القناه عشان تدعمنا ونستمر اللي احنا نصور لك يومنا من الشارع. اديك بنوريك مواقف حيه من الشارع وكل حاجه يعني. وما تخسرش فينا اللايك الجميل. اهم حاجه اذكر الله وصلي على النبي. بقول لك ايه؟ سلام.